الفيلم ده واخد أكتر من جايزة في حفلة توزيع جوائز بلو دراجون السينمائية ال34. قمة الروعة من تمثيل وإخراج وسيناريو، تحفة فنية بمعنى الكلمة يا جدعان. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها يسونج، عندها 7 سنين، أمها متوفية وعايشة مع أبوها يونج المعاق ذهنيا، وعقله وقف عند 6 سنين، يعني تقدر تقول كده راجل على نياته. وهم كل يوم بيقفوا قدام محل في شنطة صفرة بنته نفسها تشتريها، وقالت لأبوها: انت يا بابا هتشتري لي الشنطة، انت كل يوم بتقولي بكرة القبض ينزل يا حبيبتي وهشتريها لك. لكن اتفاجئ الأب وبنته إن الشنطة الأخيرة في المحل بتتباع. دخل الأب على صاحب المحل يتحايل عليه وقال له: دي شنطة بنتي اللي بتحلم بيها، وانا بكره هقبض وهشتريها. ولمس الاب البنت اللي اشترت الشنطه بعقله الطفولي، وبقى يحاول يسحبها منها ويقول لها: دي شنطه بنتي هاتيها. ابو البنت اللي اشترت الشنطه لما شاف المنظر ده افتكره مجنون، ومسك فيه وضربه وزقه. وبنت يونغ كانت بتعيط وبتقول للي بيضرب ابوها: ما تضربش بابا، هو عملك ايه؟ وصاحب المحل كمل عليه وطرده بره. وفي البيت البنت قالت لابوها: ما تزعلش نفسك يا بابا وانسى موضوع الشنطة يا بابا، انا خلاص مش عاوزاه. وبكل حنية قال لها: انا لازم اجيب الشنطة لبنت الأمورة. وفضل يزغزغ فيها. وتاني يوم الصبح وهو رايح الشغل قالت له: ما تشربش من مية الحنفية، كل كويس. وربطت له رباط الجزمة وهو ماشي. وشوف الإبداع في التمثيل ما بين الأب المعاق ذهنيا وبنته، يخليك تستغرب مين اللي بيعتني بالتاني، الأب ولا بنته؟ والأب كان شغال في جراج وفرحان بأول مرتب ليه. اتفاجئ بالبنت اللي اشترت الشنطة بتخبط عليه من ورا الإزاز وبتسأله: انت جبت شنطة لبنتك؟ شاف الأب الشنطة على ظهر البنت اتجن، ومبقاش على لسانه غير كلمة شنطة بنتي، وبقى بيجري ورا البنت ويشاور على الشنطة بشكل طفولي. ودخلت في شارع ضيق، وكان في ست داخلة الشارع وشافت الأب وهو بيلبس البنت البنطلون وبيعمل لها تنفس صناعي، وغرقانة في دمها ومرمية على الأرض. ساعتها صرخت الست وجريت وهي بتقول: ساعدوني. ويوسونج بنته كانت مستنية أبوها اللي اتأخر جدا عن ميعاد مروحه، وبدأوا يستجوبوا الأب اللي اتهموه إنه اعتدى على البنت. ولأن البنت كانت بنت مسؤول كبير في البلد، الدنيا اتقلبت وما يعرفوش أصلا إنه معاق ذهنيا، وفاكرينه بيمثل عليهم. وكل اللي على لسانه: أنا سايب بنتي لوحدها، بنتي خايفة، عايزة أروح. والصحافة بقت بالطوابير على الأبواب وضربوه. ولما حاول يهرب منهم علشان يروح لبنته، الصحافة فضلت تصور فيه، وخدوا الأب لمكان الحادثة اللي كان جنب بيته علشان يمثل الجريمة. ولما سمعت يسونج الدوشة نزلت وشافت أبوها وهو بيحاول يعيد المشهد قدام الشرطة، وقال لهم: أنا لقيتها مرمية على الأرض، خلعت بنطلونها وعملت لها إنعاش رئوي، مش أكتر من كده. والبنت ندهت على الأب، ولما سمع صوتها اتجن وجريت عليه، وحصلت حالة توتر وقلق في المكان. والأب والبنت كانوا بيصرخوا، وبيقول لبنته: خلي بالك من نفسك وروحي علشان ما يجيلكيش برد. وترحل يونج على السجن. ومأمور السجن في وقت التسليم المساجين شاف يونج وهو بيجري على التليفون وبيحاول يتصل ببنته علشان يطمن عليها. ولما عرف انه دخل السجن في قضية اغتصاب وقتل طفلة صغيرة، فضل يضرب فيه وعامله أسوأ معاملة. وعلشان عملته دي، المأمور أمر الجنود يحطوه في أخطر زنزانة فيها مساجين ارتكبوا أفظع الجرائم الوحشية. ولما دخل جه وقت الاستقبال، وبقى في مواجهة مع مغتصبين ومتحرشين وقتالين قطة ما بيرحموش حد. ولما بدأ يتكلم استغربوا وما بقوش عارفين إذا كان الشخص ده بيستعبط عليهم ولا فعلا عقله على قده. ولما رئيس المساجين عرف الجريمة اللي يونغ دخل بيها السجن، فضل يضرب فيه وبقى يعاقبه لأنه ما رحمش الطفلة وإن ما تجوزش ليه الرحمة. واتجمعوا عليه وفضلوا يضربوا فيه، ده خلوه يرفع ايديه وفضلوا طول الليل يتسلوا عليه. والشرطة سلمت البنت لدار الأيتام، وبقت البنت مستغربة من العالم الجديد اللي هي ابتدت تخش فيه. ويونغ في وقت الراحة شاف زعيم عصابة تانية وهو بيحاول يقتل رئيس السجن بتاعه، جري وهو بيحاول يدافع عنه، انصف جنبه وفداه بنفسه، واتغلب الرئيس بتاعه على زعيم العصابة ورماه على الأرض. وجوه السجن رئيس الزنزانة قال له: انت من اللحظة دي ليك معاملة خاصة، وامرني بأي طلب وانا انفذه لك. واتفاجئ رئيس المساجين بانه بيطلب منه بنته. وفي حفلة دينية ترفيهية لأفراد السجن عملها دار الأيتام، ورشحوا بنت يونغ علشان ابوها محبوس في السجن ده. ورئيس السجن
نفذ وعده وبعت راجل من رجالته علشان يسحب بنت يونغ من على المسرح، وفعلا قدر ياخدها وحطها في صندوق برغم ان دي كانت مخاطرة كبيرة جدا، ولكنها محاولة منه انه ينفذ امر رئيس السجن علشان يوفي بوعده للاب. وجوه الزنزانة 7 اتفتح الصندوق وخرجت من الصندوق يوسونج، ولما ندهت على ابوها كان مش مصدق نفسه، جري عليها وفضلت البنت تضرب فيه وبقت تقول له انت ازاي تسيبني كل ده لوحدي. والموقف كان مؤثر جدا، وكان بيقول لبنته انا اسف اني سبتك لوحدك. وصوتهم عالي وزمايله في الزنزانة قالوا له وطي صوتك هنتفضح. وواحد من المساجين كان خايف من الوضع ده وفضل يصرخ وينده للامن علشان يبلغ عنهم. ولما جه الحارس بنشوف مشهد من اجمل المشاهد في الفيلم، بنشوف البنت وهي ماسكه ايده ودموعها بتنزل وبتتوسل اليه ما يبلغش عنها، والاب كان بيبكي وخايف لا ياخدوا منه بنته، والكل كانت اعصابه مشدوده برغم انه عارف ممكن يتضر، لكن فضل ما يبلغش عنهم وتحجج باي كلام للحارس. ولما الحارس سمع صوت طفله جري على الزنزانه من جديد، وساعتها واحد من المساجين ادعى انه هو اللي طلع الصوت ده وبدأ يقلد البنت بصوت غريب، والبنت كانت بتضحك عليه وبلعها الحارس ومشي. ووصلت معلومات من دار الأيتام لمأمور السجن باختفاء الطفلة، ولما تحرى المأمور عن الفيديوهات والصور في الحفلة بينت التحريات ان البنت ابوها محبوس في نفس السجن. ولما راح المأمور اكتشف وجود البنت جوه زنزانة ابوها وسحب الاب في حوش السجن علشان يعاقبه. ويتفاجئ المأمور ان الاب بيتحايل عليه علشان بنته ما يجيلهاش برد. ضربه المأمور وقال له انا مستغرب يعني تعمل الغلط مع بنات الناس ومستني مني رحمة لبنتك. وفضل يضرب فيه وعاقب كل المساجين اللي سطروا عليه وعلى بنته جوه الزنزانة، وكمان ربطه وحطه في سجن انفرادي وفضل يصرخ وما فيش كلمة على لسانه غير اسم بنته. وعشان اللي حصل نفذوا عقاب جماعي ومنعوا الزيارات لكل المساجين فترة طويلة، وده خلى مسجون من المساجين يولع حريقة بيحتج بيها على الوضع ده. ولما دخل مأمور السجن علشان يتفاهم مع السجين ويهديه ولع الدنيا اكتر، وكان هيموت مأمور السجن في وسط الحريق، انما دخل الاب وشاله ووداه لمستشفى السجن، وبسبب شهامته انصاب بحروق خطيرة كان هيموت بسببها. والدكتور اتشكر في يونج للمأمور وقال له لولا المسجون ده شالك وجابك المستشفى انت كنت هتبقى ميت. وبص عليه مأمور السجن وهو مرمي على السرير واتغير رأيه فيه وشالها له جميلة. واول يوم في درس الموسيقى يوسونج رحبت بزمايلها وقابلت الميس بتاعتها اللي سألتها عن سبب غيابها، وبذكاء يوسونج قالت لها كلمة غريبة تعالي معايا نزور بابا. وخدت يوسونج الميس لزيارة والدها في السجن، وقابلت أبوها اللي كان فرحان جدا من الزيارة، والبنت كمان كانت في قمة سعادتها. وبقوا الاتنين يتكلموا بأسلوب طفولي، والحراس والميس والمأمور كانوا مستغربين جدا من اللي بيحصل قدامهم. ولمبة انتهاء الزيارة نورت أحمر، وده معناه إن الزيارة انتهت. والحارس فصل صوت المايك اللي بيوصل الكلام، ولما الحارس بدأ يسحب ويشد الأب بقى في حالة جنون وكان بيصرخ وبيقول لهم أنا عايز أقعد مع بنتي أكتر شوية، وجري وشغل المايك وقال لبنته كلي كويس وخلي بالك من نفسك، وقال لها كمان أنا هخرج قريب. والمأمور كان مذهول من المنظر العجيب اللي بيحصل قدامه، وافتكر المأمور ابنه اللي توفى من فترة طويلة، ورجعت ليه أحاسيس كان متخيل إنها ماتت مع موت ابنه، لكن الموقف اللي شافه بين الأب وبنته اتولد بيه إحساس جديد. والمأمور شاف جوه يونغ حاجات غيرت نظرته فيه، وقال بينه وبين نفسه استحالة الملاك ده يتسبب في أذية أي إنسان. والبنت بسبب اللي حصل ما بقتش بتاكل ولا بتشرب، ودخلوها العناية المركزة، والدكاترة قالوا إن عندها أزمة نفسية ممكن تتسبب بوفاتها. والمأمور في زيارته للبنت قالت له يوسونج كلمة تهد جبال، وما كانش متوقع أبدا إن طفلة عمرها 6 سنين ممكن تقول الكلام ده. قالت له البنت بالله عليك تقبض عليا علشان أكون مع بابا، عشان خاطري عايزة أموت عند بابا. انهار مأمور السجن وبقى في موقف صعب، وقرر مأمور السجن انه يدخل البنت لزنزانة ابوها. ولما الحراس قالوا للمأمور ان لو الخبر ده وصل للحكومة، وقبل ما يكملوا كلام قال لهم انا المسؤول. وفي لحظة دخول صندوق الأكل اتفاجئوا إن الطفلة جوه الصندوق. البنت والأب كانوا في قمة سعادتهم، وبعت مأمور السجن للأب
وقال له أنا ما جبتش بنتك ليك عشان خاطرك، وبص له بنظرة عجيبة وسأله وقال له أنت قتلت البنت اللي أنت محبوس بسببها ليه؟ يسونج كانت عايشة في وسط المساجين وحبوها جدا وبقوا بيقروا لها القصص وبيلعبوا معاها، والمأمور طلب يشوف القضية اللي متهم فيها الأب، ولما بدأ يقرأ اكتشف ان ابو البنت اللي اتقتلت مسؤول كبير جدا في البلد، وان ملابسات القضية كان واضح انها تعسفية. والحارس قال للأب إن بكرة ميعاد جلستك في المحكمة. ساعتها افتكر اللحظة اللي كان ماشي فيها ورا البنت اللي كانت لابسة الشنطة اللي بنته كانت نفسها تجيبها، وهو بيجري وراها اتزحلق، ولما قام لقى البنت واقعة على الأرض ودماغها بتنزل دم. وأصحابه المساجين لما سمعوه بيحكي فضلوا يعملوا بروفا عشان يستنتجوا ازاي حصل كده للبنت، ونتيجة استنتاجهم إنه كان بيجري ورا البنت والدنيا كانت برد جدا وهي اتزحلقت من التلج، وبسبب الشنطة اللي كانت لابساها وقعت على دماغها، ورجليها سحبت قلب طوب ونزل بالصدفة فوق دماغها وكمل عليها. ويومغي لما شاف البنت مرمية على الأرض حاول يفك زرار المنطلون علشان تعرف تتنفس، وحاول يقومها ويعالجها بالتنفس الصناعي. والست لما شافت المنظر ده افتكرت انه بيتحرش بيها. والوزير لما جات له إخبارية ان مأمور السجن بيحاول ياخد صورة من القضية بعت له وقال له ابعد عن القضية دي أحسن لك، وهدده بانه ممكن يدمره ويدمر مستقبله وحياته. وزمايله في السجن فضلوا يحفظوه هيقول ايه في المحكمة، وكان واضح انه كان حافظ كلامهم جدا وعارف هيقول ايه لما يتسأل قدام القاضي في المحكمة. والوزير بعت محامي علشان يقابل الأب ويهدده وقال له انت لازم تضحي بنفسك علشان خاطر بنتك. وفي الجلسة وكيل النيابة كان بيسأله ويونغ كان مبلم مش قادر يرد، وافتكر لما جاله الوزير جوه حبسه الانفرادي وفضل يضرب فيه بعنف وجنون، وهدده لو غير أقواله هيموت بنت يونغ زي ما حصل لبنته. والأب بقى في حيرة، لو قال إنه بريء هيتسبب في أذية بنته. وفجأة قال أيوة أنا اللي قتلتها، أيوة ضربت دماغها بطوبة. والمحكمة حصل فيها حالة من القلق والتوتر، والمأمور كان مستغرب والوزير كان شمتان فيه، وبنت يونغ كانت مصدومة من كلام باباها. والمأمور قال للقاضي حضرتك المتهم بيعاني من مشكلة عقلية وما يجوزش اتهامه بالاتهامات دي. والمحامي بتاعه كان خايف من الوزير ومش قادر يتكلم، والمأمور قعد يصرخ ويقول والله العظيم الراجل ده بريء. والأب من كتر خوفه على بنته فضل يكرر كلمة إنه قتلها أكتر من مرة وإنها ماتت بسببه، وفضل يقول بنتي يسونغ ساعدوها. وأقرت المحكمة تنفيذ أقصى العقوبة وهي الإعدام، متحججين بمقولة الاعتراف سيد الأدلة. وأصحابه في السجن كانوا زعلانين جدا وعايزين يعملوا احتجاج ومظاهرة، لكن جات لهم فكرة غريبة. انتهزوا إنهم شغالين في صناعة الكور وتعبئتها بالهيدروجين، اتفقوا إنهم يصنعوا منطاد عشان يهربوا الأب والبنت عليه. وفعلا وقت الاحتفال السنوي ركبوا البنت والأب المنطاد في منظر خلاب، والمساجين مسكوا الحراس علشان ما يمسكوش الأب وبنته، وطار المنطاد في السماء والأب وبنته كانوا فرحانين فوق وبيغنوا، لكن المنطاد كان نازل منه حبل وتعلق الحبل في أسلاك السجن. وفشلت فكرة الهروب، والمساجين عملوا عيد ميلاد للبنت وجابوا لها تورته كبيرة، والأب جاب لبنته هدية، ولما فتحت هديتها لقت الشنطة اللي كانت نفسها فيها واللي بسببها حصل كل ده لأبوها. وفي موقف مؤثر البنت انحنت لأبوها وقالت له كلمة هزتني من جوه، قالت له سونج بابا شكرا علشان انت بابا. وهو اتأثر وفضل يعيط وانحنى هو كمان وقال لها وأنا بشكرك لأنك بنتي، وحضنها حضن وكأنه حاضن الدنيا كلها في إيديه. ومسكت قلم وفضلت تكتب على ظهره قصايد حب في أبوها. والمأمور من يأسه قطع الورقة اللي كان معتقد إنها ممكن تكون سبب براءة الأب ونجاته. وفي لحظة تنفيذ حكم الإعدام كانت لحظة مأساوية، سلم على كل زمايله المساجين وخرج مع بنته، والحارس كان جنبه. ولما وصل عند بوابة الخروج وقف وحضن بنته بشدة ومشي بيها، والكاميرا بتقرب ظهره، والكتابة اللي بنته كاتباها على ظهره كانت مؤثرة جدا. وكل خطوة بيخطيها كان عارف إنه آخر مرة هيشوف فيها بنته اللي هي كانت حياته كلها مرتبطة بيها. والمأمور فتح بوابة السجن وبيطلب من يونغ إنه يسيب بنته تخرج، ونزل بنته وقال لها أنت ممكن تخرجي لكن أنا مش هعرف أخرج، وعايزك تخلي بالك من نفسك وما تنسانيش. واتفتحت البوابة وحضنها من جديد، وكل ما يحاول يمسك نفسه في البكا كان بيزيد. قال لها كل سنة وانت طيبة ومع السلامة. والمأمور طبطب عليه وخد البنت وخرج، وهي مسكت بوابة السجن وفضلت تودع فيه. وفي لقطة جميلة
كانت بترقص له وهو كان بيقلدها ويعمل زيها. وصدقوني لو قلت لكم انا مهما اوصف مش هعرف اوصل احساس اللقطه دي. الاب رجليه ما قدرتش تشيله واغمى عليه، وبنته ما كانتش راضيه تمشي وندهت عليه، ومن صوتها فاق من الغيبوبه وجري وهو بيجرجر رجليه. ولما وصل لها فضل يصرخ ويقول ساعدوني، انقذوا بنتي، انا بحب بنتي، عاقبوني، اعدموني، لكن محدش يأذي بنتي، ارجوكم انقذوني. والبنت بقت بتصرخ وتعيط مستغربه من اللي بيعمله ابوها، وهي بتعيط بتقول له ما تخافش هجيلك تاني، ما تخافش هاكلك تاني، ما تعيطش يا بابا. وما تعرفش ان اللحظه دي هي اخر لحظه هتشوف ابوها فيها. والمشهد ده حضراتكم كان سبب ان الممثل ده ياخد جايزة افضل ممثل هو والبنت في مهرجان بلو دراجون الرابع وال30. وفجأة بتتحول الكاميرا وبتتغير الاحداث، وبنشوف بنته الصغيرة كبرت وبقت محامية وبتعيد التحقيق في القضية علشان تنظف اسم ابوها اللي مات من 20 سنة. وفي اعادة التحقيق قالت بنته المحامية ان في بداية التحقيق النيابة اخدت بشهادة شاهد واحد واتجاهلت اقوال المتهم بالقضية، وانه اقر الذنب على نفسه لان ابو الضحية مسؤول كبير وحقق معاه بعنف وهدده واجبره انه يعترف بحاجة ما عملهاش، وان المحكمة تجاهلت تحليل الطب الشرعي اللي اثبتت ان البنت ما كانتش مخنوقة ولا مغتصبة، وان هي اتزحلقت فوقعت على دماغها ووقعت عليها طوبة وهي سبب الجرح اللي على وشها، وده تم تجاهله كمان. وبعد مراجعة التحقيق اللي بنته بينت كل تفاصيله، وإن هي عاشت مع أبوها كل لحظة وكل جرح مر بيه، وإن المسؤول الكبير هو السبب إنه ضغط على قيادات كتير وغير أقوالهم. وحكمت المحكمة ببراءة ليونغ وتبرئة اسمه بكل التهم الموجهة ضده. لكن بعد إيه بس؟ وبكده خلص فيلمنا، ولو انت عاوزيني اطلع في فيديوهات تاني بقولولي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. ومع السلامة. وبكده انتهى فيلمنا. كل اللي بتمناه انك تكون استمتعت معايا بفيلم يستحق المشاهدة، وان الاعجاب او الاشتراك تقدير منك على مجهودي وتعبي. بشكركم واشوفكم بخير مع فيلم جديد.